يلا يا صبايا نعمل احلى فطاير لحمه مفرومه. شوفوا شكلها عامل ازاي، مفرغ من جوه وتحفه. ودي فطاير ميكس الجبن، شوفوا شكلها عامل ازاي، ولا اجمل من كده. يلا بينا على الطريقه. نص كيلو لحمه مفرومه نزلت بيها على نار عاليه وفضلت اقلب كويس جدا لحد لما لون اللحمه اتغير. بصلتين وسط متقطعين كيوبس نزلت بيهم على اللحمه وكملت تقليب. التوابل بتاعتي عباره عن ايه؟ ملح وقرفه ومرقه فوريه، وفضلت اقلب تاني ونزلت بشوية فلفل اسود. وما تكتريش التوابل علشان ما تغيرش طعم اللحمة توديها في حتة تانية. قلبت الكلام ده كويس جدا على نار عالية لحد لما اللحمة بتاعتي نضجت تماما وشربت المية، انا مش عايزة فيها مية خالص. وطفيت البوتاجاز ونزلت عليها بمعلقتين جبنة فيتا. الجبنه الفيتا بتدي تيست حلو قوي، لو مش عايزه مفيش مشكله. يلا بينا على العجان، نزلت بكوبايه ونص لبن ومعلقتين سكر كبار ومعلقه ونص خميره كبيره، ونزلت بنص كوبايه زيت، ونزلت ببضايه بدرجه حراره المطبخ، وكمان نزلت بمعلقتين زبادي كبار. الزبادي بيدي طراوه للعجينه وبيخلي العجينه هشه كده وجميله. قلبت الكلام ده كويس جدا وريحته شوية، ليه؟ علشان عايزة اشوف الخميرة بتاعتي اتأكتفت ولا لا. هنا الخميرة بتاعتي متأكتفة وتمام التمام. نزلت عليها بكيلو دقيق، عليه رشة ملح ومعلقة بيكنج باودر، وجيت اشغل العجان والكهرباء قطعت واحنا مفيش حاجة بتوقفنا. نزلت بالعجينة على الرخامة وفضلت اعجن من 8 ل 10 دقايق. هنا العجينة بتاعتي بقت تمام التمام. في البولة بتاعتي حطيت فيها شوية زيت وحطيت العجينة بتاعتي وقلبت فيها كويس قوي، وبعدين ظبطتها في البولة وغطيتها وسبتها تخمر. الفرن كان المطبخ عندي سخنة قوي، خمرت في نص ساعة. هنا على السيليكون، مفرش السيليكون، رليت العجينة وقطعتها وعملت ميكس الجبن عبارة عن بسطرمة وفلفل ألوان وزيتون وميكس جبن اللي عندك حطيه. وهنا فردت العجينة، بصوا بتتفرد ومستريحة جدا، وحطيت فيها ميكس الجبن وبقفلها كويس جدا. بصي على التقفيلة علشان ما تخرجش الجبنة منها. قفلت من تحت لفوق، وبعدين جبت العجينة كلها كورتها كورة، وبعدين فضلت ألف فيها شوية كده كرة في ايدي وفردتها على رخامة المطبخ، ونزلت بيها في اللبن، وبعدين نزلت بيها في حبة البركة وفي صينية مدهونة زيت. رصيت القرص بتاعتي. ودي واحدة تانية باللحمة المفرومة، فردت العجينة وحطيت اللحمة فيها وقفلت العجينة كويس ولميتها كورة وكورتها في ايدي، والمرة دي فردتها على ايدي، والطريقة اللي تريحك اشتغلي بيها. ونزلت بيها في اللبن وبعدين في السمسم، وصحتين وعافية على قلوبكم. وده شكلها لما خرجت من الفرن.